الصينيه اللي انا هشتغل فيها حطيت فيها من تحت ورقه زبده، وبعد كده هاخد كل ورقتين مع بعض لان هو رفيع، فحتى الاتنين مع بعض حجمهم كويس، وهبتدي افرد الجلاش. لو في زوايد اتنيها ويبقى خير في خلاف، يعني لو الزايده المره دي من الناحيه دي زي كده اهو فردتها، فالحته الزياده من الناحيه دي هتنيها تمام، ويبقى الدور الجاي الحته الزياده اخليها من هنا، وهكذا. اول حاجه هحط اول اتنين كده اهو، وهبتدي احط شويه زبده متسيحه او سمنه او اي نوع دهون، وهبتدي احط في كل ورقتين مع بعض. احط بالشكل ده تمام، وبالفرشه ابتدي ادهنها في الورقه كلها. اتاكد ان الورقه كلها متشربه. الدور اللي بعد كده هخلي الحته الزياده من الناحيه التانية، هاخد برضو ورقتين اهم ورقتين تمام، هبتدي افردها كده اهو والحته الزياده اخليها من الناحيه دي واتنيها، وادهن تاني كمل دهن الوش، وهكذا لغايه لما نص كميه الجلاش عندي تخلص. اخر خلاص اخر السطرين اهم، هبتدي احطها، وانا كده خلصت نص كميه الجلاش اللي عندي خلاص. فانا مش هدهن الوش ده لان اوريدي اللحمه بيكون فيها الدهون بتاعتها. هبتدي احط اللحمه افردها املى في كل حته، اوزعها بالتساوي عشان ما يبقاش حتت فيها لحمه كتير وحتت فاضيه. ابتدي اوزعها بالتساوي كلها. الخطوه دي اختياري بس انا بحب اعملها دايما، ان انا ازود اي نوع جبنه من اللي بيكون. خلاص انا عندي هنا موتزاريلا، هبتدي احط شويه جبنه موتزاريلا. انا خلصت كده توزيعه الجبنه، هبتدي احط تاني النص التاني من الجلاش بنفس الطريقه برضو، كل ورقتين مع بعض، وهدهن لغايه لما اخلص الكميه اللي عندي كلها. انا اولموست دلوقتي بخلص النص التاني تمام. ابتدي احط اهو في الاخر، بس المره دي وانا بحط انا فاضل لي رق واحد، فاللي قبله ببتدي ازق الحتت الزياده كلها كده اهو في اطراف الصينيه، تبقى نايمه ما تبقاش واقفه. وهاخد اخر رق هحطه كده اهو بس المره دي ده انا هخليه مظبوط، هشيل اي اطراف زياده. خلاص انا كده دهنته، هبتدي اجيب السكينه واقطعه. مش مهم لو الورق لقينا بيطلع معانا بايدينا كده نضغط عليها عشان ما تطلعش. كده انا قطعتها كلها، هرد ببضايه واحطها فوق الوش مع شويه ملح وفلفل اسود. دي ربة البيضه، هبتدي امشيها كده اهو على صينيه الجلاش كلها، احاول ان انا اوزعها
انا كده ولا كده هوزع بعد كده برضو بالفرشة، بس عشان تبقى برضو اسهل اوزعها من دلوقتي. يعني زي ما انتوا شايفين البيض مش بيجري، بس بالفرشة هبتدي ادهن بالراحة خالص برضو عشان الورق الطبقة الاولانية بتطلع. خلص هبتدي احطه في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وهبتدي معاه الاول بربع ساعة وبعدين افتح عليه يكون وشه احمر. لو وشه ما احمرش اسيبه لغاية لما الوش يحمر. دلوقتي عدى الوقت على الجلاش وهو باين ان هو استوى تمام، لونه اتغير خلاص. لو بتحبي تعمليه مقرمش هتسيبيه كده اهو، لو بتحبيه يبقى طري شوية لبن تمام، وتبتدي ترشي اللبن كده اهو في كل حتة. ابتدي احركها كده اهو عشان يتحرك ينزل في الجناب تمام. هي كده خلاص، ممكن ترجعيها الفرن دلوقتي 5 دقايق بس تمام، وممكن تديها من فوق الوش رشه كمان جبنه موتزاريلا. انا بحب ادي رشه خفيفه تانية جبنه مع اللبن ده تمام، بتدي طعم حلو وبتدي لون حلو تمام كده. وهرجعها تاني جوه الفرن 5 دقايق كده. الجلاش خلص وجاهز للتقطيع.